السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي واحد من الأسماء الرنانة على مستوى التدريب في سلطنة عمان. نفتخر كثيرا بهذا المدرب الذي كان مساعدا للورواه الفرنسي في 2009 وساهم في فوز عمان بخليج 19 في تلك البطولة الهامة. الكل يتذكره، حمد العزاني. حمد، ذكريات جميلة في 2009 صحيح؟ ما في شك، يعني من المحطات المهمة بالنسبة لنا. تكلمت عن سعادة الشعب، تكلمت عن فرحة يمكن لأول مرة في السلطنة، كونها أول بطولة بالنسبة لنا وعلى السلطنة، على أرض السلطنة. ما في شك يعني من اللحظات التاريخية، من اللحظات المهمة بالنسبة لنا نحن كعمانيين، كشعب عماني، كرياضيين، من خلال تتويجنا لأول لقب خليجي. كابتن حمد، للأمانة هل تحس بأن منتخبنا الحالي من الممكن أن يصل إلى كأس العالم القادمة أم هناك عراقيل كثيرة؟ شوف، بالنسبة للخبرات، في اعتقاد أن الفترة الماضية، اعتقد أن اللاعبين صار لهم فترة طويلة يلعبون مع بعض، وهذا يمكن عامل إيجابي بالنسبة لنا. تتكلم عن متفائل تتكلم كمجموعة، ما في شك الكل متفائل، يعني خاصة أن اليوم النظام تغير. اليوم صار عندك عدد كبير من المنتخبات راح تكون موجودة وعندها فرصة أنها تتأهل. مباراة أمريكا راضي عنها كابتن؟ شوف، تتكلم عن أنك أنت تلعب اليوم مع منتخب تصنيفه 11، هذه فرصة بالنسبة لنا، لكن موضوع التنظيم هذا شيء مهم بالنسبة لك. موضوع إرهاق اللاعبين، موضوع الرحلة، هذه الأمور كلها محتاجة تنسيق، محتاجة تنظيم. استفاد المنتخب من هذه المباراة؟ كل مباراة ما ممكن تقول انك انت ما تستفيد منها، لكن بس موضوع التنظيم مهم بالنسبة لك، على اساس انك انت توقف اليوم كجهاز فني على اساس انه يقيم. انت اليوم يمكن اللي بتحط العذر او تتكلم الاعذار انه موضوع الرحلة. انت تتكلم اكثر عن 30 ساعة رحلة. كابتن حمد العزاني، شكرا جزيلا لك. طبعا واحد من المدربين المعروفين في كرتنا العمانية، قاد النهضة الموسم الماضي للقبين تاريخيين، كأس جلال السلطان المعظم ولقب الدوري العماني. نتمنى لك دائما التوفيق كابتن حمد، جزاك الله خير. مشكورين على الاستضافة، الله يسلمك. ونتمنى الحقيقة لمنتخبنا التطور أيضا إن شاء الله مثل النهضة. الله يعطيك الصحة والعافية، الله يسلمك.